هو لسه في يهود في مصر ولا كلهم مشوا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون محتاجة كلام كتير، بس ممكن برضه تتلخص بكلمتين. من كام سنة انتشر تصريح خطير جدا لماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، بتقول فيه إن اليهود علشان يعرفوا يعيشوا في البلد غيروا أساميهم وديانتهم في بطاقة هويتهم وعاشوا كأنهم مسلمين. ومن ساعتها وناس كتير بقت تشير الكلام ده وتقول معقول احنا عندنا اجيال كتير فاكرينهم مسلمين وهم في الحقيقه يهود. بس اسمح لي اقول لك بقى ان الكلام ده كله اصلا كذب في كذب، لان التصريح نفسه مضروب ومحدش قاله. ده غير ان اليهود اصلا محدش طردهم من مصر علشان يعيشوا جواها في الخباثه. مصر كالعاده بتفتح دراعاتها لكل الدنيا ولاي حد جاي من اي حته، وهو ده بالظبط اللي حصل لليهود في وقت من الاوقات. لكن هم قرروا ما يكونوش عالة على المجتمع ويبنوا نفسهم بنفسهم، واي حد فيهم جاي معاه فلوس من اي حته يشغلها ويستثمرها. الحق يتقال من يومهم وهم عقليات اقتصاديه جباره، والدليل على كده ان اغلب الحاجات اللي بنعدي عليها في طريقنا كل يوم وبنشوفها اصلها يهودي، لدرجه ان في وقت من الاوقات الدوله ما بقتش قادره تنافسهم في مشاريعهم، والطائفه اليهوديه في مصر بقت هي اغنى طائفه يهوديه في الشرق الاوسط كله في عز اقتصاد عالمي خربان بعد الحرب العالميه الثانيه. ومشاريعهم في كل حته بقت ماليه البلد كلها ما عدا شركتين 3 كبار، من ضمنهم شركه بنك مصر اللي اسسها طلعت حرب، اللي اتعلم اصلا ازاي يعمل شركه زي دي على ايد واحد يهودي. فضلوا اليهود عايشين في مصر عادي جدا لحد ما قامت حرب 48 واعلنوا على الخريطه ان في دوله جديده اسمها اسرائيل، وتقسم اليهود في مصر ما بين اللي هاجر للدولة الجديدة أو لأي دولة تانية، خصوصا بعد حريق القاهرة في 52 اللي استهدف جزء كبير من ممتلكاتهم، وما بين اللي خافوا على نفسهم لما ابتدت الدولة تدخل في صدام معاهم لمجرد بس إنهم يهود، وصادرت أموالهم وخدت منهم مصانع وشركات، خصوصا بعد العدوان الثلاثي على مصر. فقال لك لا، احنا نهاجر من هنا بكرامتنا احسن ونلحق نعمل بيزنس جديد بره زي ما عملنا بيزنس في مصر، بدل ما نفضل قاعدين ويتقبض علينا كل شويه واحد ورا التاني بعد كل حدث بيحصل. وفي وسط دول ودول ابتدى مجموعه من اليهود يستغلوا قيام دولتهم الجديده ويشتغلوا تجسس لصالح اسرائيل، وجزء تاني رافض كل اللي بيحصل تماما ومش عايز غير انه يعيش في سلام وسط المصريين، لانه في الاول والاخر مصر زيهم بس ديانته يهودي. وفي نفس الوقت كان في يهود وطنيين بيحبوا مصر بشكل مبالغ فيه، لدرجة انهم كانوا بيدافعوا عن العمال والفلاحين وبيتقبض عليهم وبيتسجنوا اكتر من مرة بسبب الاشتباه فيهم لانهم يهود، ومع ذلك كانوا دايما رافضين انهم يهاجروا لاي حتة في العالم لحد ما ماتوا في مصر. لدرجة ان شحاتة هارون السياسي المصري اليهودي لما بنته تعبت في 56 وكان لازم يسافر يعالجها بره، قالوا له هندي لك ختم الخروج بس بلا عودة، لكن هو رفض يسافر وقرر يكمل حياته في مصر وهو وأسرته لحد آخر يوم في عمره. حتى اتفاقية كامب ديفيد أيام السادات اتسجن بسببها لأنه كان رافضها. وعشان كده قالت ماجدة هارون بنته مش كل يهودي إسرائيلي، لأن الفكرة دي أصلا غلط جدا، وإسرائيل نفسها هي اللي بتسوقها طول عمرها عشان تخلي الناس تكرهنا في كل حتة ونهاجر بسببها. وأنا شخصيا اتجوزت مسلم وفضلت عايشة في مصر زي ما أنا وما غيرتش ديانتي. خلينا نقول في الآخر إن اليهود في مصر جزء رئيسي جدا من تاريخها ومحدش يقدر ينكر ده، وخصوصا من الناحية الاقتصادية. بس الأهم من كده لازم تعرف كويس إنهم عاشوا فيها بشكل طبيعي جدا ومحدش غير ديانته ولا حاجة، فبلاش كل حاجة نشوفها ونسمعها نصدقها ولا كل حاجة نقراها نشيرها.